وصفة النهاردة في منتهى السهولة. هنعمل مع بعض بسكوت الشاي بالزبدة، طعمه لذيذ جدا ومكوناته موجودة في أي بيت، وكمان الطريقة بتاعته سهلة جدا ومش هياخد معاكم وقت. ويلا بينا نشوف طريقته. في الأول هنجيب 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة، عليهم نص كوباية من السكر المطحون، وعليهم نص كوباية من الزبدة بيكونوا برضو بدرجة حرارة الغرفة. هنضرب الزبدة والزيت والبيض مع بعض كويس لحد ما يبقى قوامهم كريمي بالشكل ده. هضيف عليهم معلقه كبيره من الزبادي ومعلقه صغيره من الفانيليا وهخلطهم تاني بالمضرب. هضيف هنا عليهم نص معلقه من البيكنج باودر ورشه من الملح، هخلطهم تاني بالمضرب وهضيف عليهم بالتدريج. دول كده كوبايتين دقيق، ضفت اول كوبايه وخلطتهم مع بعض مع المكونات اللي انا عملتها في الاول لحد ما يبقى قوامه بالشكل ده. وعلى حسب الدقيق اللي انتوا بتستخدموه ممكن تضيفوا من كوبايتين لكوبايتين ونص من الدقيق. هنا انا ضفت الكوبايه التانية من الدقيق وخلطتهم مع بعض برضو. بعد كده هنبتدي ان احنا نلمها بايدينا، ولو انتوا بتعجنوها لزقت معاكم ممكن كده تضيفوا رشه من الدقيق. وطبعا ما نعجنهاش كتير عشان دي عجينه بسكوت ممكن تكون طبقه من الجلوتين، وفي الاخر هي مش هتلزق معاكم خالص بالشكل ده. هنحط العجينه على ورقه زبده وهنبتدي ان احنا نفردها، وزي ما انتم شايفين العجينه وانا بفردها بتتفرد بسهوله جدا، وفي الاخر ده هيكون سمكها. هنا بقى هنبتدي ان احنا نقطعها باي قطاع باي شكل انتوا عايزينه. انا قطعتها على شكل مربعات وعملت كمان كذا شكل. وفي صينيه عليها ورقه زبده هنبتدي ان احنا نرتب البسكوت بتاعنا. زي ما انتم شايفين شكله بجد كيوت جدا. والمربعات انا قعدت اعمل بيها خطوط بالشوكه، ودخلتها الفرن على درجه 180 مئويه لمده تلت ساعه. وزي ما انتم شايفين خد لون دهبي من الوش ومن الظهر. وهنسيبه يبرد شويه وبكده خلاص البسكوت بتاعي جاهز. متهيألي مفيش اسهل من كده. البسكوت مكوناته موجوده في اي بيت، وكمان سهل وسريع جدا. حرفيا مش هيكمل معاكم نص ساعه وانتوا بتعملوه. وزي ما انتم شايفين انا بكسره مقرمش وقوامه حلو قوي. وكمان البسكوت ده مناسب جدا مع كوبايه شاي او قهوه. ولو عجبتكم الوصفه قولوا لي رايكم.